ايس كريم لبان، متخيلين؟ كراميل مملح، بيبر كوكيز مطقم معايا، فانيليا باللوز. واو. هاي جايز، ويلكم باك تو ماي تشانل. ابان منشكحه بس في الحقيقه انا منشكحه جدا. فيديو حقيقي كان نفسي اصوره قوي، والحمد لله جت الفرصه. يمكن متاخرين شويه، يعني جاي اقيم لكم ايس كريم في شهر 9، بس صراحه متحمسه قوي ان انا اجرب. حبيت اجرب الايس كريم ده تحديدا. اسالوني ليه؟ هل ده هباء وعبثا؟ لا طبعا، بس لقيت عندهم اطعم مختلفه قوي زي اللبان وزي اللي هو اسمه ايه، كراميل مملح. اسيبهم؟ لا طبعا، جبتهم لكم علشان نقيمهم سوا. وكالعاده قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو، اشتركوا في القناه. بصراحه مش عارفه احنا دلوقتي كام بالظبط، بس نعتبر ان احنا لسه ما وصلناش 1000. وروحوا بسرعه اتكوا على زر الاشتراك او السبسكرايب على حسب ما هتلاقوه يا ده يا ده. خلوا لونه رمادي، اوكي؟ بس كده يلا بينا نبدا بسرعه. قبل ما نبدا الفيديو نسيت اسالكم حاجه مهمه. ايه رايكم في لفه الحجاب دي؟ اول مره الفها. قولوا لي رايكم فيها تحت في الكومنت، اوكي؟ هستنى رايكم. يلا بينا نبدا باول نكهه. بس هنبدا كده ناخدها واحده واحده. نبدا بالشوكليت، ومش اي شوكليت يا جماعه، دي متقطع عليها كده كرانش من البسكوت. تعالوا ندوق مع بعض. انا فتحتها عشان كنت بصورها. ده كده شكلها حلو قوي. هي مكسره بس من فوق. بالنسبه بقى لاسعارهم، فاسعارهم متفاوته. يعني دي مثلا ب20 تقريبا، دي الوحيده الغاليه فيهم، يعني اغلى واحده فيهم ب20. استنوا، انا نسيت اقول لكم انا ليه حبيت اجرب المنتج ده تحديدا، او الشركه دي بالتحديد، عشان هي شركه مصريه. وبجد لما جربت من عندهم الزبادي توت انبهرت. بصوا كان فظيع. حتى جربته معاكم في فيديو قبل كده لو فاكرين. غير بقى طبعا ان انا شخص بيحب قوي الناس اللي بتهتم بالديزاين والتفاصيل دي، فانا منبهره جدا بكل الحاجات اللي هم عاملينها في البراند بتاعتهم. ميد ان ايجيبت، صناعه مصريه وكواليتي تحفه بجد. فانا حبيت ان انا اشجع صناعه بلدي عشان انا بني ادمه وطنيه، مش بس كده الصراحه، بس عشان الناس دي عامله مجهود يحترم. المهم عشان ما اطولش والايس كريم يسيح، تعالوا ندوق. بسم الله. حلوه قوي. شايفين الحشوه اللي جوه؟ بتقطع فيها كده كرانش صغنونه من البسكوت. ولو شايفين هنا من بره ده كده في بسكوت هنا كده نقرشه فيها، مش عارفه اوريها لكم. ده كده شكلها، بصوا. يم طعمها بجد حلو قوي. عشان بس اوضح لكم حاجه، انا مش باكل ايس كريم من اي مكان، ومش اي ايس كريم بيعجبني، فده مكيفني الصراحه. 1,000,000/10 مليون. احنا لازم نعرف اسم البراند دي ايه. اسمها كولد ستون. هجيب دلوقتي الاسم ونقولوه بالظبط. مش قادره اسيبها. طبعا انا عشان اتاكد ان هي فعلا براند مصريه وكده، رحت جبتها من على الانستجرام، ولقيت فعلا ان هم براند مصريه. وعجبني بقى عندهم ايه، هسيب لكم بيدج الانستا بتاعتهم هنا. بجد عجبني فيهم الاطعمه المختلفه، بيعملوا افكار حلوه قوي على الانستجرام. فلا بجد براند عايش. انا لو ابدع الكلام ده مش همدح كده والله. فانيليا بصوص الكراميل، كده تقريبا باينه اكتر. فانيليا بصوص الكراميل وقطع اللوز. بصوا اول حاجه الباكجنج بتاعتها فظيعه. شايفين اللون؟ انا منبهره بجد بالالوان بالرسومات. البراند يتفوق على نفسه. بصوا الكرانش، شايفين اللوز اللي فيه؟ لوز بجد. اكسر واحده كده ونطلعها. غالبا دي اللي ب20. بصوا تمام جدا. غالبا دي اللي ب12 ودي اللي ب20. دوق بقى. بسم الله. حلوه يا لهوي يا جماعه، بجد الايس كريم مع الحر في حته ثانيه. انا اوضتي اصلا نار، مش عايزه اشكلكم همي، بس فظيعه يعني. بصور لكم وانا بتحرق، بس مهوي عليا ايه، مطري الجو عليا. حلوه بس مش الواو، فاهمين؟ يعني فانيليا عادي. الفكره بس ان عليها من بره فستق ده ولا لوز، بس فاهمين؟ عادي زي اي ايس كريم فانيليا بتاكلوه يعني. ممكن ماليش في الفانيليا قوي فمش منبهره. طيب ندخل على ثالث حاجه، وهي ايس كريم بطعم الكراميل المملح. حرفيا عمري ما اكلت حاجه فيها ايس كريم بطعم الملح. موضوع مريب شويه، بس جه اليوم اللي احنا هنجرب فيه مع بعض. قبل ما نفتحه وندوقه مع بعض، عايزه اسالكم سؤال. انتوا حطيتوا لايك على الفيديو ولا لسه؟ ما حطيتوش؟ وتفضلوا روحوا حطوا لايك على الفيديو وبعدين ارجعوا كملوه. ويلا بينا ندوقه. ريحته حلوه قوي. بصوا شكله، مش قادره يعني اقول هو ريحته ايه بالظبط. عارفين بيفكرني كده بايام الطفوله. في ريحه مميزه للايس كريم، هي ما بقتش موجوده دلوقتي بس انا شمها فيه. المهم تعالوا ندوق. هو اللي انا ضايقاه ده صح؟ مش فاهماه. الطبقه اللي بره دي
مسكره جدا. اللي جوه بقى مش عارفه اقيمه، بس الطبقه اللي بره دي مسكره قوي، واللي جوه فيها طعم مملح بجد. انا دماغي بس عامله ايرور كده، يعني ايه باكل حاجه مسكره وفي نفس الوقت مملحه؟ بجد والله ده اللي انا ضايقاه هنا. مش حاساه ذوقي قوي، بس انا عاجبني الفكره ان هي حاجه مختلفه قوي. عمري ما دقت الصراحه ايس كريم بالطعم ده، فهو لطيف. جربوا لو حابين تخوضوا التجربه. ندخل على اللي بعده. اكتر واحد حقيقي مستنيه ان انا اجربه علشان بيربل كوكيز. انا اللي مطقمه الصراحه معاه، حبيت ان انا البس شبه الايس كريم فلبست ابيض في بيربل عشان يطلع ده شكلنا مع بعض. المهم تعالوا ندوقه قبل ما يسيح وابطل العبط اللي انا فيه ده. بسم الله. واو، ايه التحفه ده؟ بصوا شكله تحفه. ثانيه، هي دي كيك؟ لا مش كيك. بصوا شكله، واو الوانه حلوه قوي. عارفين اللي جوه بقى نفسه، يعني اللي جواها موف اصلا، فانا مش متخيله الموضوع، مش شامه اي حاجه فيها. نقول بسم الله ويلا ندوق. بصوا، واو شكلها حلو قوي يا جماعه. انا عاجبني في البراند دي ان هم عاملين حاجات مختلفه. احنا مش متعودين في الايس كريم المعلب ده ان هو يكون بالقمر ده، شكله كيوت. لا عاجبني. طيب اوكي، هديله 10 من 10 من قبل ما ادوق، تمام؟ عشان نبقى متفقين يعني. حلوه قوي. خلاص انا انغرمت. تحفه. عارفين الكرانش اللي هي الصغننه دي عباره عن بسكوت كده او كيكه مبروشه اسمها مبروشه، مهروسه، ما فاهمين؟ فتافيت كده، وموجود جوه الايس كريم نفسه نفس الموضوع. فطعمه، لا انا انغرمت بجد. في نكهه كوكيز بجد، وفي طعم في بقي كوكيز. اصلا هي مش كوكيز قوي، هي كيك كده، بس مش ايس كريم لوحده يعني. هو انا ينفع اسيبكم واروح اكملها واكلها وبعدين نبقى نرجع نكمل مع بعض، ولا لازم نكمل؟ اوكي لازم نكمل، تمام. طب روحي بقى اخلص وارجع لك. نيجي بقى على العنصر الاهم في فيديو النهارده، وهو الايس كريم لبان. ايس كريم لبان طبعا انا فتحته عشان كنت بصوره، زي ما شايفين كده عليه ميرميد. الباكجينج بتاعه تحفه، 10 من 10. شايفين الاشكال، شايفين الالوان، ايه التحفه ده؟ احب اقول للشركه ان لو عايزين اعلان مدفوع الاجر انا موجوده، انا يعني منبهره لوحدي. الباكجينج بيتكلم عن نفسه، 10 من 10 من قبل ما ندوق. حضرتك مقوله ان العين بتاكل قبل البق دي مقوله حقيقيه بنسبه 100%. حقيقي العين بتاكل قبل البق، وزي ما انتم شايفين القمر، شايفين. عايزه بقى اقول لكم حاجه ملحوظه عن الايس كريم لبان، ان كل اللي معايا ابتدوا يسيحوا شويه كده عشان الجو حر، الا الايس كريم لبان ماسك نفسه جدا. فانا بقى مش فاهمه، هو اللي بره ده فيه لبان يعني؟ تعالوا نبطل كلام وندوق على طول. بسم الله. ايه اللي انا دقته ده يا جماعه؟ ده طعم البان فراوله. انتوا متخيلين؟ اول مره اكل ايس كريم لبان. اكيد برضو في ناس كتير زيي، ما اعتقدش ان هو مشهور يعني. عارفين اللبان بالفراوله؟ هقول لكم، انتوا عارفين ماربيلا بيبقى فيها واحده كده كوره حمراء؟ هي دي الكوره الحمراء. ده بالنسبه للطبقه اللي بره. ندخل بقى في الغويط، في الطبقه اللي جوه. بجد البراند دي محتاجه ان هي تتشهر اكتر من كده. الاطعم دي فظيعه، اي طفل هيحب الايس كريم ده جدا، خصوصا البنات عشان لونه كمان. بس كطعم الطبقه اللي بره لبان، اللي جوه طعم برضو لبان، بس كأن اللي بره ده الطعم بتاعه قوي قوي، واللي جوه الطعم بتاعه هادي وخفيف. حقيقي يعني انا انبهرت ومبسوطه قوي ان انا انبهرت. ولا واحده طعمها وحش يعني، حتى اللي ما عجبتنيش قوي مختلفه. فكره الكراميل مملح وهو مسكر ومملح في نفس الوقت فظيعه. اغسل ايدي وارجع لكم. جماعه بجد اتبسطت قوي 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 بالفيديو ده. اولا عشان اكون صريحه معاكم، انا كان نفسي اجرب الايس كريم لبان، فانا انتهزت الفرصه وجبت باقي الاطعمه عشان نجربها مع بعض في الفيديو. حقيقه عندنا في مصر براندات تحفه وحاجه كرييتيف قوي كده، وحاجه مختلفه سواء في الاطعم او سواء حتى في الباكجينج بتاعهم. فلا يا جماعه بجد عندنا ناس تستحق الدعم وتستحق ان احنا نشيد بيها. فانا من موقعي هذا بشيد بشركه الايس كريم ديت. ولو حابين ان احنا نجرب حاجات تانية محليه تكون مختلفه وبجوده المستورد، اكتبوا لي تحت في الكومنت، تفاعلوا شويه معايا، لان بجد انا بعمل برايكم. اوكي اكتبوا لي لو انتوا حابين الفكره نعمل سلسله ان احنا نجرب فيها حاجات محليه بكواليتي مستورد. انا عن نفسي حاساها هكون انسانه وطنيه جدا، هي كفكره الصراحه عجبتني.
بالمناسبه هي لسه جايه في بالي حالا وانا بتكلم معاكم. بس كده ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. وطبعا ما تنسوش لايك للفيديو، اتاكدوا ان انتوا اشتركتوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، سيبوا لي كومنت تحت لان بتبسط جدا لما بتكتبوا لي كومنت الصراحه. ولينكات اكونتاتي تحت في الوصف، الانستجرام والتيك توك، نورونا يا جماعه هناك والله. بس كده ويلا، لا بحب اعملها بالايد دي. بس كده ويلا باي، بحبكم.